الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الحمد. اول كده دعمونا كده، اشتركوا في القناة وادونا لايك عشان نوصلكوا كل جديد، عشان دعمك هو اللي هيخلينا نكمل ان شاء الله في اخبار النادي الاهلي وتحليل مباراة النادي الاهلي. النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي وشباب بلوزداد ان شاء الله هيتلعب يوم الاحد الساعة 6 مساء. ان شاء الله توفيق النادي الاهلي والاهلي يعدي الماتش ده ويعدي أزمة الكهرباء وأزمة ماتش باتشوكا على خير إن شاء الله بإذن الله. فالنهاردة الأهلي قايمة: خالد محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف دالي، خالد فتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد كوكا، إمام عاشور، أفشة، سين الشحات، بيرسي تاو، وتسليم، وأسامة أبو علي، وكهرباء. قايمة هي نفس اللعبة بتاعتنا بس مع عودة مصطفى شوبير. الحمد لله على السلامة يا مصطفى. ياريت بكرة نشوف أشرف داري بقى شوية، نشوف هو هيعمل ايه في ماتش قوي زي كده. نجربه لو سليم 100%. ايت مستر كورة ينزله، بس ما اعتقدش هو مستر كورة يعمل كده. اتوقع تشكيل بكرة ان شاء الله يكون محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، خالد فتاح، اكرم توفيق، يحيى عطية الله، اكرم توفيق، مروان عطية، امام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي. عندي نفسي بكرة أبدأ بكهرباء بس هتبقى صعبة شوية، يعني لو لعب بكرة كهرباء هيديله الثقة وبكرة هيعمل حاجة إن شاء الله بكرة لو لعب من أول الماتش أو حتى الشوط التاني. فده توقعنا لتشكيل بكرة النادي الأهلي. إن شاء الله توفيق للنادي الأهلي، إن شاء الله يكسب 3-1 أو 2-0. فده كان توقعنا ان شاء الله لماتش شباب بلوزداد يوم الاحد الساعة 6. تاني حاجة، في كده شخص بيتكلم مع النادي الاهلي، بيتكلم على حسين الشحات، يقولك مينفعش يتمرن مع فريق منتخب مصر. يا ريت بس نقول له بس يعني يا ريت حضرتك بس تخليك في حالك كده وتشجع فريقك ومالكش دعوة بالاهلي. محدش طلب منك ان يدورك في حسين الشحات، احنا عارفين مين هو حسين الشحات. حسين الشحات من افضل اللعيبة اللي جت مصر. حسين الشحات بيلعب قدام فرق أوروبية، مش يلعب يعني فرق أفريقية بس. فأنت بتيجي تقول حضرتك اللي هو ما يستاهلش، يعني ليه ما يستاهلش؟ ليه؟ إن شاء الله إيه دليلك على كده؟ ليه هو لعيب محلي؟ في حد أحسن من حسين الشحات يلعب في المركز بتاعه، لكن للأسف كابتن حسام حسن مبيرضاش معاه، مش عارف برضه ليه. في لعبة كتيرة جدا مظلومة في منتخب مصر مع حسام حسن. حسين الشحات ده المفروض يبقى أول واحد يلعب، ميبقاش احتياطي كمان. فده اضرب بس عليه، أنا محبتش أتكلم عليه كتير والله، بس ما واحد ما يستاهلش لحد يتكلم عليه. الناس كلها بتتكلم عليه وعلى فيديوهاته، هو بس اختفى يومين فحب يرجع بفيديو كبير شوية ضجة على الأهلي وحسين الشحات عشان الناس تتكلم عليه ويبقى ترند والناس تشهره أكتر والناس تعرفه وتجيب له الفيديو اللي قال عليه والكلام اللي قال عليه. لكن احنا مش هنعمل كده، احنا بس حابين بس نقول كلمتين كده عن ماشي كده ليه هو، وياريت سيبك من هنا بقى وفكر في رياكشن. تاني حاجة، رسالة كده صغيرة لكهرباء، معلش يا كهرباء ركز، الماتش اللي جاي مهم جدا، البطولات النص جاية كتيرة، ما تقلق ما تزعلش، فركز في الملعب، مالكش دعوة بحد، ما تسمعش لحد، لسه البطولات كتيرة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. وإحنا زي ما قلنا قبل كده، عملنا فيديو قبل كده إن إحنا في ظهرك مش هنسيبك طالما أنت في النادي الأهلي ولبست النادي الأهلي، يبقى إحنا هندعمك وهنقف جنبك، بس أنت بس ساعدنا بس. فده كان كده فيديو صغير كده على ماتش الأهلي ورد على الشخص اللي عمل يتكلم على الأهلي. فعلا قرر الشيخ في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.